حامد الرنداتي المكلف بالاعلام بتنسيقيه البيئه. البيان الذي صدر عن المشاركين اليوم في مسيره اراده الحياه والذين يعدون بالالاف كان كالتالي، حيث ان المشاركين في هذه المسيره التي نظمتها تنسيقيه التنميه والعنايه بالبيئه بصفاقس يوم 14 جانفي 2016 احياء لثوره الحريه والكرامه بدعم من عديد منظمات المجتمع المدني ومسانده من الاحزاب السياسيه والنواب في مجلس نواب الشعب وبعض الشخصيات الوطنيه تحت شعار تخنقنا سكر السياق، يطالبون الحكومه بالاعلان عن اجراءات فوريه بخصوص غلق وتفكيك مصنع السياق دون شروط في اجل لا يتجاوز سنه 2016 تنفيذا لما وعدت به في السابق. الشروع في تنفيذ برنامج القضاء على التلوث واستصلاح الوضع البيئي في الساحل الجنوبي للمدينه الذي كان اعلن عنه رئيس الحكومه في شهر جوان 2015، وهم يؤكدون على شرعيه مطالبهم وحقهم في بيئه سليمه، وهو حق مضمن في دستور الجمهوريه التونسيه وخاصه الفصل 45، فانهم ينددون بما جاء في بيان وزاره الطاقه والمناجم الصادر عشيه تنظيم هذه المسيره، والذي يهدد السلم الاجتماعي بالجهه بتعديه الصارخ على مطالب المواطني الجهه واعتبارهم رعايا ومواصله سياسه الاستفزاز والمماطله والتسويف وتوظيف موضوع حقوق العاملين في المصنع لمواصله الانشطه الكيميائيه الملوثه. ان كل المشاركين في المسيره يؤكدون على شرعيه مطلبهم الشعبي وحقهم في بيئه سليمه وتنميه شامله، يجددون استعدادهم لمواصله النضال بكل الاشكال من اجل تحقيق ارادتهم في الحياه الكريمه. عاشت صفاقس مناضله من اجل بيئه سليمه وتنميه مستدامه.